يا جماعة ابني بيجعر ومش عارفة اعمل له ايه. بصراحة زهقني، كل شوية اشخط فيه واصرخ في وشه وبرضه بيجعر. اعمل له ايه؟ مش عارفة جايب الصوت بتاعه ده منين بصراحة. هو عنده سنة ونص، والله ساعدوني. والتانية تقول لك ايه، وانا كمان بنتي بتعمل كده وبقعد اخبط لها على مناخيرها ومفيش فايدة. بيجعروا جاير مش عارفين جايبينه منين. ده حضراتكم يعني جروب المامز اللي مالي الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعيني المحترمين، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع كده إيه يعني مهم قوي. بالنسبة للأمهات الحلوين اللي داخلين على ولادة إن شاء الله، مستنيين حادث سعيد. بيسموه حادث سعيد. يعني ايه حادث سعيد؟ يعني في بيبي جميل جاي بقى البيت بقى، واسبوع بقى وتهاني وفرحة. مين قال ان الولادة صعبة؟ ومين قال ان التربية صعبة؟ ومين قال ان الناس تخوف بعضها انها تبقى ام؟ انا مش فاهمة بصراحة، يعني انا مش فاهمة بصراحة ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده. اي واحدة يا جماعة مستنية بيبي ومستنية تبقى ام جميلة ما تخافش. ان شاء الله تولدي على خير، وربنا ان شاء الله يرزقك بابن او بنت معافى، ويتربوا في عزك وعز باباهم، ويتربوا تربية جميلة وتبقي ام جميلة، وتحبي ابنك وبنتك وتحبي ان انت تبقي ام. مين قال ان الولادة صعبة والتربية صعبة ويا ريتنا ما خلفنا؟ مين قال الكلام ده؟ اي واحدة بتتابع اي جروب من جروب المتخلفين اللي على الفيسبوك كده تطلع منه. معلش سوري في الكلمة يعني، عشان انا بصراحة بشوف حاجات غريبة ما تطلعش من بني ادمين او ما تطلعش من ستات ان هم يبقوا ربنا اختارهم ان هم يبقوا امهات، عشان يقعدوا يحكوا حكاوي ويعقدوا في الناس اللي منتظرين ان هم يبقوا امهات. مفيش حد ياخد كلام حد على انه هو هيبقى في الموقف ده. كل واحدة ليها تجربة شخصية منفردة. تمام. فانا مش هبني حياتي ومستقبلي على تجارب الناس اللي هي الشخصية، مش التجارب العامة اللي احنا ممكن ناخد منها معلومة خبرة. ليه؟ لان دي واحدة ربنا كرمها ببيبي واداهولها عشان تبقى مسؤولة عن تربيته، مش على دماره ان هي تقعد تجعر في وشه عشان الولد وصل لسنة ونص وهو بيجعر. طب ما هو بيجعر منك، ما انت اللي عمالة تصرخي في وشه ليل ونهار. هو الطفل الصغنن ده هيعرف يجعر ازاي يعني؟ غير ما انت عمالة تصرخي في وشه وتجعري، وصلتيه ان هو يبقى صوته كده. وبعدين عادي الأطفال الصغيرة بتعيط، ما يعيط ويعمل اللي هو عايزه. طفل صغير ما بيعرفش يعبر غير بالعياط. هو بيتكلم عشان يقولك هو عاوز ايه. هي مسؤولية الأم ايه؟ ان هي تبقى صبورة وتبقى حنينة على طفلها. ليه؟ لأن الطفل دوت هيبقى هادي ومطيع من معاملتك ليه. لو انتي هادية وبتعامليه بالراحة وبهدوء هو هيبقى هادي. لو انتي بتجعري زي ما انتي بتقولي وبتصوتي في وشه، هو هيكتسب ده منك وهيفضل يجعر ويصوت كده. وكمان بتقولي ايه؟ بتشتكي وبتقول ساعدوني. انا لوحدي. انت لوحدك ازاي؟ مش فاهمه يعني. هي الام المفروض لما تيجي تربي ولادها تلم الناس عشان تربي ولادها؟ يعني الم مثلا الشارع والجيران والعيله ييجوا يربوا معايا البيبي الصغنن اللي انا جايباه؟ هو ايه الناس دي؟ هو ايه الامهات دي يا جماعه؟ أنا بسمع حاجات غريبه بجد. وبعدين ايه بقى الجروبات اللي معمولة دي بقى، وكل واحدة داخلة تتكلم وتشتكي؟ طب وانتي اتكلمتي وقلتي كل الكلام ده، حد في الجروب هيساعدك؟ حد هيجي يربي معاكي ابنك؟ حد هيجي يخليه يبطل جعير؟ لا، ما ينفعش كده. كل واحدة بتدخل تقول حكايتها وتقول اللي هي بتعاني منه واللي هي بيحصل لها مش من الطبيعي ان انا اخد كلام اي واحدة على ان دي هتبقى حياتي، او اللي انا مولد مثلا وهخلف ابني او بنتي او حياتي او حياة الامومة بتاعتي تبقى زي الناس اللي بتقعد تحكي دي. لا، ما تقيسيش نفسك خالص على حكايات حد. كل واحدة بتحكي حكايتها ده بيبقى من تصرفاتها هي.
هي بقى مش عارفة تمارس الأمومة، مش عارفة يعني ايه أمومة، مش عارفة يعني ايه معاملة طفل بيبي صغير لسه ما بيتكلمش ولا بيعبر غير بالعياط. عاوز ياكل بيعيط، عايز يغير بيعيط، جعان بيعيط. ما معروفة الأطفال كلها كده. ما احنا مربيين ولادنا كلنا وعارفين ان الأطفال بتعبر بالعياط لحد ما بيبدأ يتكلم وبيبدأ يعبر بالكلام. يبقى انت بقى ام جهلة معرفتيش يعني ايه مرحلة المهد اللي هي الطفل فيها لسه صغنن ما بيتكلمش وبيعبر بالمشاعر بتاعته والانفعالات. تعبان، بطنه وجعاه هيعيط، جعان هيعيط، عاوز يغير هيعيط. كل الأطفال الصغيرين كده. مرحلة الأمومة في الفترة دي لازم تتسمي بالهدوء والصبر عشان تقدري توصلي ابنك أو بنتك للسنة أو السنة ونص اللي هيبدأ يتكلم بقى فيها، ويبقى ما اكتسبش منك الصريخ والصويت والانفعالات والضرب والزعيق وكل الحاجات دي. كل الحاجات دي هو هيكتسبها منك. طب أنا هقول لكم على تجربة. أنا بنتي الصغيرة أما خلفتها كنت بشتغل، فوديتها الحضانة لأني البنتين التانيين الكبار ما كنتش بشتغل لسه. فلما نزلت الشغل كانت بنتي صغننة هوديها الحضانة، وديتها الحضانة ومودياها وهي عندها 3 شهور. في سن 9 شهور كده لقيتها ما باجي اروح بقى البيت بقى لقيتها بتصرخ. احنا محدش في البيت بيصرخ في وشها ولا اي حاجة. هي بسم الله ما شاء الله كانت طفلة هادية بتنام بالليل وكانت جميلة غير اخواتها الاتنين بصراحة. فبصيت لقيتها بتصرخ على طول على طول. طب هي بتصرخ ليه كده؟ فروحت الحضانة وسألتهم، قلت لهم ليه نور بتصرخ؟ بتيجي البنت تصرخ بصوت عالي قوي. فاتضح ان البنت اللي هي كانت بتقعد بيها هي اللي كانت بتصرخ في وشها على اساس ان هي بتلعبها يعني. فعرفت الموضوع ده، قلت لها لا بعد اذنك ما تصرخيش في وشها كده تاني عشان هي بتيجي تقلدك في البيت. يبقى هنا الطفل احنا قلنا منه وهو صغنن قلد اي سلوك واي مشاعر. انت هاديه معاه يفضل هادي معاكي، بتصرخي بتصوتي في وشه هيصرخ ويصوت. فليه بقى الناس تعمل كده؟ ليه تقولوا تجاربكم على جروب كبير وفي ناس منتظرة حادث سعيد جميل ليها ان هي هتخلف وتسمع الكلام ده وتتعقد ويقولوا ده الخلفة ويا ريتنا ما خلفنا والخلفة صعبة والتربية العيال صعبة. امال ليه لما بتتجوزوا وبيعدي 2 3 بتروحوا تجروا على الدكاترة جري عشان تشوفوا ما حملتيش ليه؟ طب ما انتي مش قد الخلفة بقى ما تروحيش تجري وتكشفي عشان تبقى تخلفي. صح ولا غلط الكلام؟ فأي واحدة يا جماعة حامل ما تخشش الجروبات دي بصراحة، ما تخشوش الجروبات دي تسمعوا الكلام السلبي ده. ايه الخلفة عادي جدا، الست بتتجوز وبتحمل وبتأدي فترة حملها. في الفترة دي بتثقفي نفسك عن الحمل وعن الولادة، وبتثقفي نفسك عن طريقة التربية من أول ما الطفل بيتولد لحد ما بيوصل لسنة سنتين 3، وبتقعدي تقري وتثقفي نفسك. غير التجارب الفعلية بقى لما هو هيتولد على أرض الواقع انت هتراعيه لوحدك. دي غريزة الأمومة دي ربنا زارعها في كل المخلوقات. كل المخلوقات ربنا زرع فيها غريزة الأمومة والحنية. ده أنا عندي قطتي كانت حامل وولدت، القط نزل ميت ما شافتهوش، فضلت 3 أسابيع تصرخ على ابنها، تصرخ وتلف في الشقة تدور عليه. قطة حيوان، وانتوا بني آدمين وقاعدين تشتموا في أولادكم. ايه ده؟ أنا ما شفتش كده بجد. وما انتوا عايزين تبقوا امهات ليه بقى قاعدين تشتموا في العيال وتقولوا بيجعروا؟ دي كلمه تتقال على طفل صغير بيبي؟ استغفر الله العظيم يا رب. حبايبي اللي داخلين الجروبات دي وحوامل يخرجوا منها، ما تسمعوش تجربه اي واحده، ما تقيسيش تجربه اي واحده على حياتك. ممكن تبقى هي ست فاشله، ام فاشله مش عارفه تمارس غريزه الامومه ولا التربيه. تقول لك ساعدوني، حد يجي يساعدني؟ مين هيجي يساعدك ان شاء الله؟ ما تشوفي مامتك، تشوفي اخواتك،
يقفوا جنبك في المرحلة ديت بهدوء، بدون ما تزعقي لابنك، بدون ما تجعري في وشه، بدون ما تجيبي له هستيريا. ده انت عملتي له هستيريا الواد ما يبطلش عياط، عنده سنة ونص. في ايه؟ هو مفيش حاجة اسمها الخلفة صعبة والولادة صعبة لا، دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى كتبها على الأنثى، وكل واحدة قد الموضوع ده تدخله، مش قده حبيبتي ما تخلفيش، خدي حبوب منع الحمل ولا روحي ركبي لولب، وبعد كده ما تقعديش تشتكي بقى وتعقدي الناس اللي هي منتظرة ان هي تخلف. على خير وسلام، وربنا يكرمهم كده ويقوموا بالسلامة. في ايه؟ ده رزق من عند ربنا، احمدي ربنا ان ربنا اداكي طفل وجعلك ست بتخلفي. امال لو ما خلفتيش بقى تقعدوا تصوتوا وتروحوا تكشفوا وتروحوا تعملوا حقن مجهري وما نفعش تصوتوا ويغمى عليكوا. في ايه يا جماعه؟ انا عمري ما شفت كده بجد، ان حد يدخل يشتكي من نعمه ربنا اللي مدياله. فبلاش يا جماعه تتواجدوا في الاماكن دي. اي واحده خايفه على نفسها وخايفه على آه، آه، المولود ان شاء الله اللي هيجي لها، تخرج من الجروبات دي. ليه؟ لانك انت هتتشبعي بالطاقه السلبيه، وبالتالي هتفرغيها في الموقف اللي هيحصل لك، لانك انت مخك هيخزن الكلام اللي اتقال ده، ان الولاده صعبه والخلفه صعبه والتربيه صعبه، كل ده انت هتخزنيه في دماغك، فهيطلع عندك بقى فين؟ في التصرفات. تمام؟ فاخرجوا وانقذوا نفسكم من الكلام السلبي دوت، ومن ان انتوا تسمعوا ناس سلبيين. تمام؟ وجهزي نفسك للحادث السعيد اللي ربنا رزقك بيه، وظبطي نفسك واقري وثقفي نفسك طبعا عن تربية الأطفال. حاولي لو انتي عصبية تهدي من نفسك، خلي عندك ثبات انفعالي. حاولي تغيري من سلوكياتك لو انتي عصبية، لو انتي مش بتصبري، ما عندكش صبر. حاولي تعملي اللي هو التنفس العميق دوت، وتظبطي نفسك كده وانتي حامل، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وتولدي على خير. الولاده سهله، ما فيهاش اي حاجه، كل واحد وظروفه. احنا كلنا كنا حوامل وكنا برضو خايفين، برضو الولادة برضو شيء طبعا بيخوف، سبحان من مخلص روح من روح. ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الواحدة وبيخلي الساعة دي تيجي وتخلص على خير. وكلنا ربنا الأطفال. طيب أنا كتجربة شخصية، انتي واحدة بتقولي على الجروب ايه؟ تعالوا الحقوني ساعدوني. طب أنا هقول لكم تجربتي أنا الشخصية بقى في الولادة. تمام؟ إيه، أنا الحمد لله أنا مامتي متوفية من وأنا عندي 15 سنة. تمام؟ وعشت حياتي أنا وإخواتي وكبرنا واتجوزنا، والحمد لله ربنا كرمني، حملت بعد 3 سنين من جوازي. مش هقول لكم بقى حملت على طول بقى، لا عادي، قعدت صبرت واستنيت، كانش عندي حاجة الحمد لله. بس هو لسه ربنا ما كانش عايز يرزقني الا بعد 3 سنين. الحمد لله كرمني وحملت وقضيت فترة حملي على خير، والحمد لله ولدت وهو من غير مش هقول لك بقى عندي بقى ومعايا وبتهنني ومعايا كل يوم وجايه لي وانا حامل، عشان مش بعمل حاجه، لا عشت عادي خالص، حياتي عادي خالص، وربنا كرمني وولدت على خير، ووالده قيصري كمان. وعشت فتره الولاده عادي خالص، وولدت الحمد لله، واخواتي كانوا معايا. هقول لكم هو ما عنديش ولا حاجه. تمام؟ وكمان مع يعني قرايبي، مثلا المفروض خالتي مثلا كانت عايشه رحمه الله عليها، ما جاتليش ولا كانت معايا في ولادتي ولا اي حاجه، قعدت بقى اعيط واصوت واقول يا ناس تعالوا الحقوني. الحمد لله ربنا كان معايا قبل الناس كلها، ربنا هو اللي كان معايا، واخواتي ربنا يخليهم ليا، وولدت وخلاص والحمد لله. ربنا كرمني ببنتي الاولانيه وخلاص. انتي اما الواحده بتولد يا جماعه ربنا هو اللي بيقدرها وهو اللي بيساعدها. بتسهري، ما انت لازم الام تسهر، ما امهاتنا سهروا علينا على ما ربونا. هو ايه، هي الولاده اوتوماتيك هتولدي والطفل هيكبر لوحده؟ لا طبعا هتسهري وتتعبي، ما هي ديت الضريبه. امال الجنه تحت اقدام الامهات ازاي؟ انتي لما تسهري كده وتربي ابنك او بنتك، انتي ليه بتسهري وليه بتربيه وليه بتحضنيه وليه بتقعدي كده طول الليل قاعده تبوسيه وترضعيها وتاكليها وتغيري لها؟ هي دي غريزه الامومه. امال الحب لاولادنا ده بيجي ازاي؟ ما ده تاهيل ربنا لينا.
فما فيش حد يتكلم ويقول الولادة مش الولادة ويقعد يعقد في الناس. ما هو ربنا عيالنا من غير أم معانا، ولا أم كانت بتساعدني ولا كانت بتجيلي ولا أي حاجة، وقعدت ربيت ولادي التلاتة الحمد لله، ومعايا ربنا أحسن من الكل. مبصيتش الواحدة بقى عندها أمها رايحة جاية عليها، وهي والدة كانت معاها، وهي بتربي عيالها كانت معاها. ما بصيتش لحد ولا قلت أنا من غير أم ولا حاجة. الحمد لله ربيت ولادي التلاتة، وربيتهم أحسن تربية، وبنات كمان مش ولاد. ربنا ما كرمنيش بولاد، ما قلتش اشمعنى أنا بقى ربنا ما ادانيش واد. عادي الحمد لله، حمدت ربنا على رزقه إن خلاني أم وخلاني مخلفة. ولا قلت بقى الولادة صعبة واوعوا تخلفوا اوعوا ما تخلفوا، لا مفيش الكلام دوت. هي مراحل وبتعدي. الطفل ما بيفضلش طفل صغير، بيكبر. هتتعبي شوية على ما يكبر وتسهري، وعلى ما يكبر معاكي ويوصل للسنة دي مراحل. السنة الأولى معروفة بتتعبي معاه لأنه طفل صغير لسه ما بيعبرش. دي وظيفتك بقى معاه لحد ما يكبر بقى بسم الله ما شاء الله، ويمشي بقى ويتكلم. كل مدى والمسؤولية بتخف، وكل مدى وانتي بتفرحي كده لما بتلاقيه بيكبر. هو ايه، هو الصغير بيفضل صغير ولا اللي بيجعر بيفضل يجعر؟ لا عيب عيب، ما يطلعش الكلام ده من امهات على اولادهم. تشتموا على اولادكم صغننين كده. فانا نصيحتي لكل ام جميله مستنيه تولد ان شاء الله بالف سلامه، تسمعيش الكلام ده خالص. ان شاء الله ربنا يكرمك، وان شاء الله يقدرك على تربيه ابنك او بنتك على خير. وزي ما قلتلك كده، دي نعمه من عند ربنا تشكريه عليها ليل ونهار، انه رزقك وخليكي ام. نحمد ربنا ونبص للناس اللي ربنا ما رزقهمش بالخلفة، ونقول الحمد لله على اللي ربنا اداهولنا. فبلاش يا جماعة تخشوا الجروبات دي تسمعوا للناس السلبية دي، لأن برضو كل واحدة بتختلف عن التانية. في ستات متدلعة عندها استهتار، هي اللي ممكن تدخل وتشتكي وتتكلم عن عيالها كده. تمام، فما تقيسيش تجربة حد على تجربتك. كل واحدة تعيش حياتها، وتعيش وتحمد ربنا على اللي اداهولها، وما تبصش لتجارب حد. عيشي مع نفسك في حياتك، واحمدي ربنا على اللي انت فيه. الأمومة غالية مش رخيصة عشان نستهتر بيها وندخل نتكلم عليها كده. ماشي حبايبي، دي كلمتين بس انا كنت عايزة اقولهم لكم النهاردة. وربنا يقوم كل ست جميلة حامل بألف ألف سلامة. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.